السلام عليكم. دكتور رقادي حسنة، أخصائية في أمراض الأوردة والشرايين وعلاج الدوالي بالأحدث التقنيات. اليوم غادي ندويو على واحد المرض اللي كيكون عند الناس، اللي هو واحد العروقة كتكون بارزة وباينة في الرجلين ديالهم. وهذا المرض اللي هو معروف أكثر بلي فاغيس أو الدوالي، واللي الحمد لله العلاج تاعو تطور بزاف، ولا التقنيات كثيرة من غير الجراحة. الوغ باش نبسطوا الأمور غنحاولوا بعدا نعطي واحد التعريف الأول بشنو هو الدوالي أو لي فاغيس. الدوالي هو واحد الوريد، والوريد هو داك العرق الزرق اللي العمل تاعو او المهمه ديالو هو يطلع الدم من الاطراف للقلب. دونك باش يطلعوا تيكونوا فيه واحد الصمامات، هذاك الصمامات كيتسدوا باش الدم كيطلع وهي ماشيه. داكوغ. الوغ المشكل امتى كيكون؟ ملي تيوقع خلل في هاد الصمامات، يعني الصمامات ما كيبقاوش يقوموا بالعمل تاعهم. دونك الدم عوض ما يطلع من الاطراف للقلب كتبدا واحد الكميه كتهبط للاطراف او كتبقى تما. دونك ملي كتكون هذيك لاستاز او الاحتباس تاع الدم في هذاك الوريد، دونك هذاك الوريد شنو غادي يوقع له؟ غادي يوسع، يوقع فيه واحد التوسع. وهذاك التوسع هو اللي كيعطينا دوك الاورده اللي كتولي بارزه تحت الجلده ديالنا، وهو اللي كيعطينا هذوك الاعراض كامله اللي هي انتفاخ الساقين، اللي هو الثقل في الساقين، في الاخر ديال النهار جينا كيتقالوا علينا، او احمرار في الساقين. الوغ دابا غادي نطرقوا للاسباب ديال هذا المرض وشنو اللي كيقدر يتسبب لينا. دونك السبب اون فيت اون جينيرال ما تيكونش سبب واحد او جوج، تيكونوا بزاف، تيكونوا عوامل مسببه. اول عامل مسبب اللي كنلقاو ديما في الكوتيديان ديالنا هو الوراثه. يعني انسان الى عند الوالدين ديالو عندهم لي فاغيس او الدوالي، دونك هو خصو يعرف بلي هو قابل باش يدير هذا المشكل اكثر من واحد اخر الوالدين ديالو ما عندوش. هذه الاولى. ثاني حاجه هما النساء اكثر عرضه. علاش النساء اكثر عرضه؟ الهرمونات النسويه هي اللي كتسبب لنا في هذه المساله، كتسبب واحد التوسع في هذوك الاورده. ثالث حاجه هو الحمل. المراه ملي كتحمل الهرمونات ديال الحمل كتعطي واحد التوسع في الاورده، والضغط تاع الجنين على الاورده ديال الساقين حتى هو كيقدر يكون لنا هذا الشيء. حبوب منع الحمل حتى هي كتقوم بهذا الشيء، حتى هي هرمونات اللي كتزيد من توسع الاورده. عاد نزيدوا الناس اللي عندهم مشكل ديال افراط الوزن، الناس اللي عندهم الوزن زايد حتى هما معرضين اكثر من الانسان اللي ما عندوش مشكل تاع السمنه. الوغ حاجه اخرى حتى هي اللي كنلقاوها بزاف هي الناس اللي كيوقفوا بزاف او تيجلسوا بزاف، اي سورتو الوقفه. لو فيت كو كنبقاو في واحد لا بوزيسيون، سوا واقفين بزاف الوقت بيان سور على مده طويله، ولا جالسين بزاف، حتى هي كتقدر تسبب لنا بلوتو في مرض الدوالي او لي فاغيس. وفي الاخير بيان سور على الناس اللي ما تيقوموش بالرياضه، سورتو ما تكون بطريقه منتظمه، افيكتيفمون حتى هما معرضين باش يكون عندهم هذا المشكل اكثر من الناس الاخرين.